فيلمنا النهارده بيبدأ باستنجاب سورلي واللي بنشوفه هو وكل الحيوانات وهم عايشين في مخزن البندق، وبنعرف ان متجر المكسرات اتقفل بسبب عملية السرقة اللي تمت فيه، وبيكونوا كل الحيوانات عايشين مع بعض حياة سعيدة جدا، وده لان الاكل اللي موجود في المخزن هيكفيهم سنين كتير. وبيكون سورلي فخور باللي هو عمله وبيجيب الحيوانات تعيش معاه هنا، وبيقول لصديقه الفار بادي ان دي افضل حياة ممكن يعيشوها. وبنروح بعدها للحديقة وهناك بنشوف استنجابة أندي اللي بتفضل تدرب مجموعة من السناجب الصغيرين وبتعلمهم ازاي يجيبوا اكل ويعتمدوا على نفسهم. ولكن السناجب بيكونوا شايفين ان هم يقدروا يروحوا ياكلوا من البندق اللي عند سورلي، وان هم مش مضطرين يعانوا علشان يجيبوا البندق من على الشجرة. فبتقول لهم أندي ان دي فكرة وحشة جدا وان الاحسن ليهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، وده لان مخزن البندق ده ممكن يختفي في اي لحظة. وبتتسلق أندي الشجرة وبتحاول تاخد بندقية من عليها، وفعلا بتقدر انها تعمل كده، ولكن فجأة الغصن بيتكسر وبتقع أندي من على الشجرة وكمان البندقية بتقع فوقيها. وبعد اللي حصل ده واحد من السناجب بياكل البندقية وبينطلق هو وباقي السناجب علشان يروحوا لسورلي. وبعد شوية أندي بتروح لمخزن البندق وهناك بتشوف القنادس وهم عاملين مسابقة أكل، وبيكونوا كل اللي موجودين بيشجعوهم وبيحيوهم. فبتروح أندي لسورلي وبتلومه على اللي بيحصل، فبيهديها سورلي وبيبان عليه انه فرحان جدا بوجودها وبيقدم لها بندقية برازيلية نادرة. ولكن أندي بترفض انها تاخدها وبتبدأ تفهم سورلي انه ما ينفعش الحيوانات يفضلوا عايشين حياة سهلة كده، وبتكون شايفة ان كل الاكل ده ممكن يختفي في اي لحظة وان ساعتها هم هيعانوا جدا. وبتسيب سورلي وبتمشي، وبنروح بعدها لعمدة المدينة وبنشوفه هو بيحتفل مع اصدقائه، وده لانه حول الحديقة اللي في وسط المدينة لملعب جولف كبير، ولكنه في نفس الوقت بيكون متضايق جدا، وده لان لسه الحديقة التانية الدخول ليها مجاني، وبيكون العمدة عاوز يستغل الحديقة دي بأي طريقة ممكنة. وبنرجع تاني لسورلي اللي بيروح ورا أندي وبيحاول يفهم منها ايه السبب اللي مخليها متضايقة، فبتشرح له أندي ان ما ينفعش الحيوانات تفضل عايشة بالطريقة دي، وانهم لو فضلوا على الوضع ده هيفقدوا غرائزهم وقدرتهم على التعاون مع بعض. وفي الوقت ده كل الحيوانات بتخرج من المخزن علشان ترجع تنام في الحديقة، ولكن فجأة متجر المكسرات بينفجر وبيتدمر بالكامل، وبيتصدم سورلي هو وكل اللي موجودين من اللي حصل، وبيفضل يلوم صديقه مول لانه نسي يطفي سخان البندق، وبيعرفه انه هو ده اللي سبب الانفجار. وبتوصل عربيات المطافي للمتجر بعد ما بيكون اتدمر بالكامل، وساعتها سورلي بيطمن كل الحيوانات وبيفهمهم انه هيدور لهم على مكان جديد يقدروا يسرقوا منه اكل كتير، وبيأكد لهم انه مش هيرجع لحد ما يلاقي المكان ده. وبياخد بادي وبينطلقوا هما الاتنين وبيروحوا للمدينة، وبتكون اول حاجة بيحاولوا يسرقوها هي الفشار، ولكن فجأة بيجي الحمام وبياكلوا كله. ولما بيحاولوا يسرقوا اكل من المطعم الناس بتشوفهم وبتهاجمهم، ولما بيجوا يسرقوا قطعة من الدونتس عربيات الشرطة بتجري وراهم وبتقرب منهم وبتدمر قطعة الدونتس بالكامل، ولكنهم بيقدروا يهربوا منها على اخر لحظة. وبعد محاولات كتير بيفشلوا وبيرجعوا تاني للحديقة وبيعرفوا الحيوانات كل اللي حصل معاهم، فبتخاف الحيوانات جدا وبينتشر الذعر في كل مكان. ولكن أندي بتيجي وبتهديهم وبتفهمهم ان الحديقة بتاعتهم موجود فيها كل حاجة هم محتاجينها. وفجأة بيوصل العمدة للحديقة وبيعمل لقاء صحفي وبيفهم كل اللي موجودين انه هيحول الحديقة دي لأكبر ملاهي في المدينة. وفي الوقت ده بتيجي بنت العمدة ومعاها الكلب بتاعها وبتفضل تعدل على تصميمات الملاهي، وبيبان عليها انها بنت متسلطة جدا. وبمجرد ما العمدة بياخد بنته وبيمشي بتيجي الجرافات وبتبدأ انها تحفر في الحديقة، فبتترعب كل الحيوانات وبتجري بسرعة علشان تهرب من المكان. ولكن سورلي بيوقفهم وبيقول لهم ان هم لازم يقاتلوا البشر وانهم لازم يدافعوا عن حديقتهم وما يهربوش مهما حصل. فبتستغرب أندي من كلام سورلي وبتقول له ان مستحيل حيوانات صغيرة زيهم تقدر تتصدى للبشر، ولكن سورلي بيكون شايف عكس كده وبيشجع كل الحيوانات وبياخدهم وبينطلقوا. وساعتها سورلي بيجري بسرعة وبيتعلق في واحدة من الجرافات وبيعض السلك، وساعتها الجرافة بتخرج عن السيطرة وبتطير في الهواء وبتقع تاني على الأرض وبتتدمر تماما. أما السناجب الصغيرين فبيعضوا العمال وبيهاجموهم، وكمان بيشيلوا الحمام بالعامل اللي جواه وبيرموه لبعيد. أما مول فبيعمل حفرة تحت واحد منهم وبيوقعه، وكمان القنادس بيدخلوا غرفة المهندس وبيدمروا كل حاجة موجودة فيها، حتى الكلبة بريشس بتنطلق بقذيفة وبتضرب العامل وبتوقعه. أما بادي وسورلي فبياخدوا عش النحل وبيجروا بيه بسرعة وبيرموه في الجرافة، وساعتها النحل بيقرص العامل والجرافة بتتقلب بيه. وبسبب كل اللي حصل ده العمال بيخرجوا من الحديقة وهم مرعوبين من
الحيوانات. وبالليل المهندس المسؤول عن الملاهي بيروح للعمدة وبيحكي له على كل اللي حصل، وبيعرفوا ان الحيوانات هجمتهم وعطلت شغلهم. فبيتعصب العمدة وبيراقب الحيوانات بالمنظار بتاعه، وبتجيله فكرة شريرة علشان يتخلص منهم. وبنرجع تاني لسورلي وكمان الحيوانات اللي بتحييه على اللي هو عمله، وبيحتفلوا كلهم مع بعض لانهم قدروا ينقذوا الحديقة. وبتيجي اندي وبتقدم لهم الاكل اللي هي قدرت تجمعه، وبالرغم من انه بيكون اكل وحش الا ان الحيوانات بتاكله لانهم جعانين جدا. وفي تاني يوم اندي بتصحي كل الحيوانات من النوم، وده علشان يبداوا انهم يدوروا على الاكل اللي هم محتاجينه. ولما سورلي بيجي يدور في الحديقة بيقدر انه يلاقي شوية من الفول السوداني مرمي على الارض، وبمجرد ما بيقرب منه بيقع في الفخ والقفص بيتقفل عليه. وساعتها اندي وكل الحيوانات بيروحوا له وبيحاولوا انهم يخرجوه. ووقتها بنشوف العمدة وبنعرف انه اتفق مع صياد معين، وده علشان ينصبوا الافخاخ دي في الحديقة ويصطادوا الحيوانات. وفي الوقت ده بنشوف العمدة وهو بيفهم الصياد ان هو عاوز افخاخ مدمرة، وده لانه عاوز يقتل الحيوانات مش بس يصطادهم. وفعلا الصياد بتعجبه الفكرة دي وبيبدأ انه ينفذها. وكمان بتيجي بنت العمدة وبتقول لوالدها انها هتساعده، وده لانها بتحب تعذيب الحيوانات. وفجأة بيلاحظوا كلهم ان في واحد من الافخاخ اشتغل، وبينطلق الكلب بسرعة علشان يشوف ايه اللي حصل. وفي الوقت ده اندي بتسحب سورلي وبتخرجه من الفخ، ولكنهم فجأة بيترعبوا وبيجروا بسرعة لما بيشوفوا الكلب وهو بيقرب منهم. وقبل ما الكلب يهاجم سورلي بتتدخل بريشس وبتنقذه، وبتبدأ انها تهاجم الكلب وبتبعده عنه. وبمجرد ما الكلب بيشوف بريشس بيعجب بيها وبيلاحظ انها جميلة جدا. ووقتها سورلي بيطلب منها انها تروح تشتته لحد ما الحيوانات يهربوا من المكان. وفعلا بريشس بتروح للكلب اللي بيتعرف عليها وبيفهمها ان اسمه فرانكي وان هو معجب بيها جدا. وفجأة بتيجي بنت العمدة وبتحاصر سورلي وبتكون عاوزة تقتله، ولكنها لما بتشوف فرانكي وهو واقف مع بريشس بتفرح بيهم جدا وبتاخدهم هما الاتنين وبتجري علشان تروح لوالدها. وفجأة بيجي الصياد هو واتباعه وبيكونوا راكبين عربيات مدمرة وبيبدأوا يطردوا الحيوانات وبيجروا وراهم وهم بيدمروا الحديقة. واثناء ما هم بيعملوا كده بيدمروا عش الحمام وبتقع البيضة اللي عليه، ولكن سورلي بيقدر انه ينقذها على اخر لحظة. اما مول فبينزل في الجحر بتاعه علشان يهرب منهم، ولكن فجأة بيجي الصياد وبيرمي وراه متفجرات، فبيجري مول وبيخرج من الناحية التانية بسرعة. وساعتها المتفجرات بتنفجر وبتدمر العش والشجرة كلها، وبيفضل الصياد هو واتباعه يدمروا في الحديقة باستخدام المتفجرات. اما العمدة فبياخد بنته اللي بتكون معاها بريشس وفرانكي وبينطلقوا بالعربية. وساعتها اندي بتطلب من سورلي انه ياخد بادي ويروحوا ينقذوا بريشس، وبتعرفوا ان هي هتاخد القنادس ويروحوا يستكشفوا الحديقة اللي في وسط المدينة. وبنرجع تاني للعمدة وبنشوفه وهو متضايق جدا من الزحمة وبيطلع على رصيف وبيجري بسرعة وما بيكونش مهتم بأي حاجة وبيخبط في الناس. ووقتها بريشس بتلاحظ ان العمدة ده شخص مجنون هو وبنته. وبعد شوية بيوصلوا كلهم للبيت وبيدخلوا جوه، وبتفضل بنت العمدة تجري ورا فرانكي وبريشس، وكمان بتخلي فرانكي يقف على رجل واحدة علشان تديله الأكل. ولما بتطلب من بريشس انها تعمل زيه بتقعد في مكانها وما بترضاش تتحرك، فبتتضايق بنت العمدة وبترفض انها تديها اي اكل. وبنرجع تاني لسوري وبادي بعد ما بيوصلوا للحي الصيني، وبمجرد ما بيدخلوا واحد من الشوارع الجانبية بيترعبوا لما بيشوفوا عروسة لعبة في القمامة وبيجروا بسرعة. ولسوء الحظ بيوصلوا بعد شوية لطريق مسدود، وهناك بيسمعوا صوت حاجة غريبة بتقرب منهم وبيترعبوا جدا. ولكنهم بعدها بيتفاجئوا لما بيكتشفوا انه مجرد فار صغير لطيف، ولكن الفار ده بيكون قوي جدا وعنده مهارات قتالية وبيهاجم سورلي وبيضربه بمنتهى السهولة. وبيكون الفار ده متعصب جدا لان سورلي شايفه مجرد فار لطيف، وبيقول لهم ان دي منطقته وبيضرب سورلي من تاني، وبيعرفوا ان اسمه مستر فين، وبيقف على ديله وبيضرب سورلي ضربة قوية جدا وبيفهمهم ان هم ما ينفعش يكونوا هنا، وبيخلي كل اتباعه من الفئران يظهروا، وبتكون الفئران دي متدربة وعندها مهارات قتالية هي كمان. وساعتها سورلي بتجيله فكرة وبيقول لهم ان في قطة جاية وراهم، وبيستغل خوفهم من القطة وبيهرب هو وبادي بسرعة وبيجروا وبيتعلقوا في التاكسي، ولكن بادي بيقع والفئران بتجري وراه. وعلى اخر لحظة بادي بيمسك في سورلي اللي بيسحبه وبينطلقوا بسرعة وبيهربوا منهم. وفي الوقت ده اندي واللي معاها بيعدوا الطريق وبيوصلوا للحديقة اللي في وسط المدينة، وهناك بيتفاجئوا وبينبهروا جدا من جمال المكان. وبتكون اندي شايفة ان الحديقة دي هي اجمل مكان ممكن يعيشوا فيه، ولكنهم ساعتها بيلاقوا كرة جولف فبياخدها واحد من القنادس بيكون عاوز ياكلها. وفجأة بيجوا الاشخاص اللي كانوا بيلعبوا الجولف وبيجروا وراهم وبيفضلوا يطردوهم وبيحاولوا انهم يضربوا القندس. ولحسن الحظ القندس
بروميثيوس بيتخبط في الشجرة وبيخرج الكرة من بقه، وبالرغم من كده الأشخاص بيفضلوا يطاردوه لحد ما العربية بتاعتهم بتتقلب. وبسبب اللي حصل ده أندي بتفهم إن هم مش هيقدروا يعيشوا في الحديقة دي. وبنرجع تاني لسورلي اللي بيفرح لما بيشوف عربية العمدة وبينط بسرعة من على التاكسي، ولكنه بيتخبط في صناديق البريد. وبعدها بيدخل هو وبادي في أنبوب البيت وبيطلعوا للسطح وبينزلوا جوه بلكونة العمدة. وبمجرد ما بيدخلوا للمكتب سورلي بيفضل يضرب في الدمية اللي على شكل العمدة، وبيتسللوا من غير ما العمدة الحقيقي يحس بيهم وبيستكشفوا المكان أكتر. وبنرجع تاني لبريشس اللي بتكون محبوسة مع فرانكي في نفس القفص، وبيتفرجوا على بنت العمدة وهي بتدمر الألعاب بتاعتها. وبمجرد ما بريشس بتشوف إن سورلي وبادي جايين ينقذوها بتشتت فرانكي وبتخليه يجري ورا ديله. فبيستغل سورلي الفرصة وبيروح هو وبادي يفتحوا لها القفص وبيحرروها وبيقفلوا على فرانكي. وبمجرد ما فرانكي بيفهم اللي حصل بيتضايق جدا، وده لأن بريشس هتسيبه وتمشي. ولسوء الحظ سورلي بيخرج صوت وبنت العمدة بتاخد بالها من وجودهم، فبتاخدهم بريشس وبيجروا بسرعة علشان يهربوا. ولكن بنت العمدة بتجري وراهم وبتطاردهم وبتبدأ تهاجمهم. ولما العمدة بيحاول يوقفهم راس التمثال بتاعه بتقع عليه، فبيستغلوا كلهم الفرصة وبيرجعوا يضربوه وبيدخلوا المكتب بتاعه علشان يهربوا من البلكونة. وقبل ما يهربوا سورلي بيرجع يضرب الدمية اللي على شكل العمدة، فبيتعصب العمدة جدا وبيطلق سهم على سورلي ولكنه بيتفاداه وبيخبط السهم في الحيطة اللي بتتدمر وبتاخد بادي وبتقع بيه. وللأسف سورلي ما بيلحقش ينقذه وبيقع بادي على الأرض وبيتأذي جدا. وبنرجع تاني للحديقة اللي بتكون اتدمرت بالكامل، وبيجي سورلي ومعاه بادي اللي بيبان عليه انه خلاص مات. وبتيجي أندي وبتساعده وبيدخلوا المكان آمن. وهناك سورلي بيفضل يلوم نفسه على اللي حصل وبيكون شايف ان بادي اتأذى بسببه، وبيبدأ انه يحكي لأندي وكل اللي موجودين عن بادي، وبيسترجع ذكرياته ايام ما كان لسه صغير. وبيقول لهم ان في يوم من الايام كان في عاصفة قوية جدا، وان هو علشان كده اضطر انه يتسلق الشجرة ويدخل للجحر مع والده ووالدته. وبالصدفة شاف بادي وهو متعلق في غصن الشجرة لحد ما الرياح اشتدت عليه وطيرته لبعيد، وان ساعتها هو ساب الجحر وراح وراه علشان ينقذه. ولحسن الحظ قدر انه يوصل له، ولكن الرياح سحبتهم هما الاتنين. ولولا انهم مسكوا في الغصن الطاحونة كانت هتقتلهم، وانه وقتها اتخبط خبطة قوية وفقد الوعي. ولكن بادي انقذه وفضل ماسكه بديله، وبيفهم اندي وكل اللي موجودين ان من اللحظة دي بادي ما سابوش لوحده وانه انقذ حياته اكتر من مرة. وبنروح بعدها للحديقة اللي بتكون خلاص اتحولت لملاهي، ولكن الالعاب اللي موجودة فيها بتكون خطيرة ومش امنة على الاطفال. وبالرغم من كده العمدة ما بيكونش فارق معايا غير الفلوس. وبنرجع تاني لاندي اللي بتسأل سورلي ازاي هيقدروا يعيشوا بعد لما الحديقة اتدمرت. وساعتها سورلي بيكون حزين جدا على فراق صديقه بادي وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. وبمجرد ما بريشس بتلعق بادي بتلاقيه بيتحرك بدون ما بيقصد، فبيفرح سورلي لان بكده بادي لسه عايش وما ماتش. وبتفضل بريشس تلعق بادي لحد لما بيفوق، وساعتها سورلي بيفرح جدا وبيحضنه، وبيفرحوا كل اللي موجودين وبيحيوهم. وبيقرروا ان هم يتحدوا مع بعض ويخطوا خطة، وده علشان يدمروا الملاهي ويرجعوا الحديقة زي الاول. وبعد شوية العمدة بيفتتح الملاهي وبيتجاهل اسئلة الصحفيين، وده لانهم بيكونوا شايفين ان الملاهي دي تعتبر كارثة وانها هتأذي حيوانات كتير. ومن ناحية تانية بنشوف سورلي اللي بيبدأ في تنفيذ خطته، وبيجي الحمام وبيشيل السناجب الصغيرين وبيطير بيهم وبيرميهم في الملاهي وبينزلوا بالباراشوتات. وبيجوا باقي السناجب وبيستغلوا المستردة والكاتشب اللي في المكان وبيهاجموا بيها الزوار اللي بيخافوا وبيجروا بسرعة. وكمان الحمام بيساعدهم وبيجري ورا بنت العمدة وفرانكي اللي بيروحوا يستخبوا في غرفة التصوير. اما اندي فبتهاجم الزوار برشاشات المية، وكمان مول بيضربهم بالمطرقة. ووقتها سورلي بيوقع عليهم جزء من الإنارة اللي بتكهرب العمدة وبتوقعه. وساعتها العمدة بيتعصب جدا وبيطلب من الصياد انه يتصرف بسرعة. وفعلا اتباع الصياد بيجوا بالعربيات بتاعتهم وبيدخلوا للملاهي وبيبدأوا انهم يمسكوا الحيوانات واحد ورا التاني. وساعتها القنادس بيسوقوا العربية وبيجروا وراهم وبيطاردوهم، ولكنهم للأسف بيقعوا والصيادين بيقدروا يمسكوهم. وبيجري سورلي بسرعة علشان يهرب هو وبادي، ولكن بادي بيتسحب وبيتحبس هو وبريشس. فبيجري سورلي بسرعة وبيهرب على آخر لحظة. وساعتها أندي بتروح له وبتعرفه إن كل الحيوانات اتمسكت وإن ما فاضلش غيرهم هما الاتنين بس. فبيقرر سورلي إنه يطلب المساعدة وبيسيب أندي وبيروح للمدينة. وللأسف أندي بتتصاب هي كمان بسهم مخدر وبتقع، وبيجي الصياد وبيحبسها في العربية مع باقي الحيوانات. أما سورلي فبيروح للحي الصيني وبيدخل لواحد من الشوارع الجانبية، وهناك الفئران بتحاصره من كل مكان وبتاخده المستر فينج القائد بتاعهم.
وبيدخلوه للحلبة اللي بتكون مصنوعة من علب البيتزا وبيحاصروه بالنيران. وبيفضل مستر فينج يتخانق مع سورلي اللي بيطلب منه ان هو يساعده علشان يقدر ينقذ اصدقائه والحديقة بتاعتهم. فبيتضايق مستر فينج وبيعرف سورلي ان هم كمان كانوا عايشين في الحديقة اللي في وسط المدينة، وده لحد لما البشر هاجموهم وطردوهم وحولوا الحديقة بتاعتهم لملعب جولف كبير. وبالرغم من كده مستر فينج بيرفض ان هو يساعده، ولكن سورلي بيفضل يتربوه علشان ينقذ اصدقائه والحديقة بتاعتهم. وبنرجع تاني لاندي اللي بتفوق وبتلاقي نفسها محبوسة في قفص مع الحيوانات، وفي الوقت ده العربية اللي هم محبوسين فيها بتاخدهم وبتنطلق. ولكن فجأة بيجي سورلي وبيقف في نص الطريق علشان يوقف العربية، وقبل ما العربية تدوس عليه كل الفئران بتخرج من الشارع الجانبي وبيهاجموا العربية وبيقلبوها. وبسبب اللي حصل ده كل الأقفاص بتقع من العربية والحيوانات بتتحرر. وبعدها سورلي بيعرف أندي والحيوانات على مستر فينج وعصابته، وبيفهمهم ان هم كانوا عايشين في الحديقة اللي في وسط المدينة، وده لحد ما البشر طردوهم منها وحولوها لملعب جولف كبير. ووقتها الحيوانات والفئران بيقرروا انهم يتحدوا مع بعض علشان يدمروا الملاهي، وبينطلقوا كلهم وبيبداوا يهاجموا الزوار. وبيروحوا مجموعة من الفئران بيفكوا المسامير وبيحرروا العجلة الدوارة، ووقتها بيجي بادي وبيساعدهم وبيفك اخر مسمار، وفعلا بتنطلق العجلة وبتبدا تدمر كل حاجة تيجي في طريقها. اما بريشس فبتروح لفرانكي وبتعتذر له لانها سابته وهربت، فبيقبل فرانكي اعتذارها وبيطلب منها انها تحرره. وفي الوقت ده بنت العمدة بتكون مراقباهم من بعيد وبتطلب من الصياد انه يخدر بريشس، ولكن لحسن الحظ السهم المخدر بيجي في الطوق بتاعها وبيجروا كلهم بسرعة علشان يهربوا. وقبل ما الصياد يضرب عليهم سهم تاني سورلي واندي وبادي بيهاجموه وبيفضلوا يضربوا فيه. اما بنت العمدة فبتاخد مطرقة كبيرة وبتهاجم بريشس وفرانكي وبتحاول انها تقتلهم. وقبل ما تعمل كده سورلي وبادي واندي بيتحكموا في الصياد وبيخلوه يضرب السهم المخدر على بنت العمدة، وده اللي بيخلي بنت العمدة تتعصب جدا. وساعتها الصياد بيخاف منها وبيجري قبل ما تمسكه، ووقتها تأثير المخدر بيخليها تفقد الوعي وتقع على وشها. اما باقي الصيادين فبيجروا بسرعة علشان يهربوا من العجلة الدوارة اللي بتفضل تدمر كل حاجة تيجي في طريقها. وفي الوقت ده مستر فينج واتباعه بياخدوا بدلة من واحد من الصيادين وبيدخلوا جواها وبيتحكموا فيها، وبمجرد ما بيشوفوا الصيادين بيهاجموهم وبيقتلوهم بمهارة كأنهم شخص واحد. ومهما الصيادين حاولوا يضربوهم ما بيقدروش، وبسبب الضربات القوية اللي مستر فينج بيضربها لهم كل الصيادين بيخافوا وبيهربوا من المكان. وفجأة بيجي الشرطي وبيشوف العجلة الدوارة وهي بتدمر المكان، وبيفهم العمدة ان كل ده بسببه وان هو مضطر يقبض عليه. فبيضربوا العمدة وبيجري وبيركب في المنطاد وبياخده وبيطير علشان يهرب. فبينطلق سورلي هو وبادي وبيركبوا قطر الموت اللي بيطلع بيهم لفوق وبيقربهم من المنطاد وبينزل بيهم بسرعة كبيرة. وبمجرد ما قطر الموت بيقرب من المنطاد اكتر بادي بيرمي سورلي عليه وبيقدر سورلي انه يمسك فيه قبل ما يقع. فبيتعصب العمدة جدا وبيقرر يقتل سورلي وبيتسلق المنطاد وبيطلع لفوق وبيهاجم سورلي اللي بينقض عليه وبيفضل يقضه في كل مكان يقابله. فبيتعصب العمدة اكتر وبينط على المنطاد وبيطيره وبيكون خلاص هيوقعه من عليه. وعلى اخر لحظة سورلي بيتعلق في الحبل، وبمجرد ما العمدة بيقرب منه سورلي بيتعلق في المظلة وبيفتحها. فبيتسحب العمدة وبيطير وبيقع على لعبة البالونات وبيفرح جدا لانه ما اتأذاش، ولكن الفئران بتيجي وبتهاجمه. وبمجرد ما العمدة بيهرب منهم الشرطي بيقبض عليه وبيحبسه في العربية وبيفهمه انه هيتحبس لمدة طويلة بسبب افعاله. وكمان بيروح الشرطي يقبض على بنت العمدة ومعاها الصياد وبيحبسهم في العربية. اما سورلي فبيرجع تاني لاصدقائه اللي بيحيوه وبينبهروا كلهم جدا لما بيشوفوا اندي وهي سايقة الحفار وبتدمر اللي باقي من الملاهي وهي مستمتعة. ولما بتخلص بتروح تحضن سورلي وفرانكي وبريشس وبيحتفلوا كلهم مع بعض. ومع مرور الوقت بنلاحظ ان الحديقة بدأت ترجع لشكلها القديم من تاني، وبنشوف ان مستر فينج هو وعصابته بقوا عايشين مع الحيوانات في الحديقة. وبنعرف ان بريشس وفرانكي اتجوزوا وخلفوا 3 جراوي صغيرين. وفي الوقت ده سورلي بيفرح جدا لما بيشوف عربية بندق قريبة من الحديقة وبينطلق بسرعة هو واندي علشان يسرقوها. واخيرا بيقدر سورلي انه يحافظ على الحديقة بعد ما خاطر بحياته علشان يحميها، وقدر انه ينقذ اصدقائه من الخطر.